أحرقوا القرآن أحرقهم الله. ما الفرق بين تعامل أهل الإيمان مع القرآن وتعامل أهل الكفران مع القرآن؟ وقد سمعتم في الخطبة ما هو الفرق. فأهل الإيمان يتعاملون مع القرآن بالعناية، بالحرص، قراءة للقرآن، تدبرا للقرآن، حفاظا على القرآن. إذا حصل فقط أن قطعة من ورقة ألقيت على الأرض، كيف تجد المؤمن يتصرف نحو قطعة من القرآن؟ بل قد تكون هذه القطعة من طرف الصفحة ما فيها كتابة، تجده يخاف، يرفعها، يخاف عليها. إذا حصل يوم من الأيام بالغلط أنه مشى وكان في الأرض قطعة من صفحة من القرآن وما انتبه لها وداسها بدون أن يتعمد بالغلط، ثم انتبه، يشعر أن السماء ستنزل على رأسه، يشعر أن الله سيخسف به الأرض، يظل مهموما مغموما ساعات، يشعر بحالة نفسية ما قد تقدمت له. السبب الإيمان. فأهل الإيمان يستشفون بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعل القرآن أي يا رب ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يستشفون لأبدانهم، لقلوبهم، لحياتهم. فتجد موقف أهل الإيمان موقفا عظيما تجاه القرآن، بينما أهل الكفران لا يبالون. سمعتم عن آخر حدث في السويد عن الرجل الذي أحرق القرآن، داس القرآن، وقالوا إن اليهود والنصارى أيضا كرروها في بلد آخر، فأحرقوا وداسوا. لكن كما سمعتم أحرقوا القرآن أحرقهم الله، سيخزيهم الله. هذا العمل الذي عملوه وهو إحراق القرآن ودوس القرآن، هذا العمل سينتقم منهم الله. يريدون أن يحرقوا قلوب المسلمين بهذا العمل القبيح، ما علموا أن الله سيحرقهم من عنده. وسمعت أيضا أن المسلمين كانوا إذا سمعوا سبا للدين، سبا للرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، كانوا يعلمون أن اليهود والنصارى سينتهون. إذا علم المسلمون أن اليهود والنصارى سبوا الدين، سبوا محمدا عليه الصلاة والتسليم، كانوا يعلمون أن اليهود والنصارى سينتهي أمرهم، خلاص يتيقنون ما داموا قد عادوا رب العالمين فالله حربهم، ومن كان الله حربه فلا تسأل عن حالة سيئة سيصل إليها. لذلك هذا العمل وهو إحراق القرآن ودوس القرآن هذا منذر بنهاية اليهود والنصارى، هذا ينذر بنهاية اليهود والنصارى. وسمعتم أيضا في الخطبة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصراني أسلم، كان نصرانيا فأسلم فقرأ البقرة وآل عمران، أسلم، بعد ذلك عاد نصرانيا، رجع نصرانيا من جديد، ارتد، فكان يقول: ما يدري محمد إلا بما كتبت له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا عليه وقال: اللهم اجعله آية، فأماته الله، فدفنوه،
فأصبح وقد لفظته الأرض. النصارى دفنوا في الأرض، فجاء الصبح وإذا بهم يرونه قد صار على وجه الأرض. الأرض ما قبلته حتى الأرض أخرجته من بطنها. فعند أن رأوه في الصباح خارجا من قبره قالوا هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا قبره. ماذا صنعوا؟ حفروا له مرة أخرى وأعمقوا الحفر، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فلما رأوه خارج القبر قالوا هذا محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا قبره وأخرجوه. فماذا فعلوا؟ فحفروا. هذه الثالثة، حفروا له وأعمقوا بمقدار ما يقدر أحد من الناس أن يحفر. بعد هذا ما أحد يقدر في نظرهم أنه محمد وأصحابه، فأعمقوا فلفظته الأرض مرة ثالثة، فعلموا أنه ليس من الناس، ما هو من فعل الناس، فألقوه بين حجرين ورضموا عليه الحجارة. انظر كيف كانت هذه النهاية المأساوية. فنهاية اليهود والنصارى مأساوية، يشفي الله صدور المؤمنين. إذن فرق كبير بين تعامل أهل الإيمان مع القرآن وبين تعامل أهل الكفران مع القرآن. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه.